تلك اللحظات التي تلي الانكسار داخل غرف الملابس لا تشبه أي شيء آخر، حيث تكتب النهايات الحقيقية بعيداً عن صخب الجماهير وعدسات المصورين، وتتخذ القرارات الصادمة التي قد تغير مسار كرة القدم لسنوات قادمة. هناك في العتمة وخلف الأبواب المغلقة اتخذ قرار سري وصادم يتعلق بأحد أبرز الأساطير الذين عرفتهم الملاعب الإفريقية والعالمية. قرار اتضح أن الدموع التي انهمرت أمام الملايين لم تكن مجرد حزن على ضياع لقب، بل كانت إشارة الوداع الأخير لرحلة لم يكتب لها أن تكتمل حتى المونديال القادم. التقارير المتطابقة والمصادر المقربة فجرت المفاجأة التي لم يكن يتوقعها أحد في هذا التوقيت بالذات، معلنة أن الحارس الأسطوري ياسين بونو استقر بشكل نهائي على موعد إسدال الستار على مسيرته الدولية مع أسود الأطلس. القرار الصادم يشير إلى أن الحارس الذي صنف ضمن الأفضل في العالم قرر الاعتزال دولياً مباشرة بعد نهاية بطولة كأس إفريقيا القادمة في تنزانيا وأوغندا وكينيا. هذا يعني بشكل قاطع أن الجماهير لن ترى الجدار المنيع يحمي عرين الأسود في مونديال 2030، مفضلاً التوقف وهو في قمة عطائه الإفريقي. تلك الدموع الحارقة والانهيار العاطفي الذي شهده الجميع بعد الإقصاء المرير في ربع النهائي العالمي على يد المنتخب الفرنسي لم يكن مجرد إحباط عابر، بل كان إدراكاً دفيناً من بونو بأنها المرة الأخيرة التي يقف فيها حاملاً أحلام بلاده في المحفل العالمي الأكبر، معلناً نهاية الحقبة الدولية قبل الأوان. ورغم أن الحارس سيبلغ 39 من عمره بحلول عام 2030، وهو عمر يسمح لعمالقة الحراس بالاستمرار، إلا أن رغبته في ترك المشعل وهو في قمة المجد بدت حاسمة، لتبقى الأمنية الوحيدة المعلقة الآن هي أن تكون المحطة الأخيرة في المونديال الإفريقي القادم مرصعة بالذهب والتتويج باللقب الغالي. لكن هذه لم تكن القصة كاملة، وما حدث خلف الكواليس تجاوز المستطيل الأخضر ليشعل حرباً أخرى. هذا الاحترام العالمي والشعبية الجارفة التي يحظى بها ياسين بونو في كل بقاع الأرض تحولت فجأة إلى فتيل لأزمة إعلامية غير متوقعة تجاوزت حدود الملاعب. إحدى الشخصيات الإعلامية على شاشة MBC وتدعى ياسمين عز شنت هجوماً غريباً ومستفزاً على الحارس المغربي خلال برنامجها، والسبب في غاية الغرابة، حيث انتقدت بونو لمجرد أنه صرح لقناة أرجنتينية معبراً عن حبه لقتالية الأسطورة ميسي وتمنيه فوز الأرجنتين باللقب دون أن يذكر اسم مصر في حديثه العام. هذا التصرف الذي اعتبره الملايين غير مبرر ولا يعكس الروح الرياضية دفع إدارة شبكة MBC إلى التحرك بشكل عاجل وفوري، حيث فتحت تحقيقاً موسعاً مع الإعلامية المذكورة، مع توقعات قوية بإيقاف برنامجها لعدة حلقات نتيجة هذا التجاوز. المثير في الأمر والجانب الأجمل في هذه الأزمة هو رد فعل الجمهور المصري نفسه، الذي انقلب تماماً ضد هذه الادعاءات، غامراً منصات التواصل الاجتماعي بتعليقات تدافع عن ياسين بونو وتثني على أسطوريته وأخلاقه، بل وطالب المشاهدون المصريون بمحاسبة الإعلامية لإيقاف محاولات زرع الفتنة بين الشعبين الشقيقين، مؤكدين أن إنجازات الأسود وبونو هي فخر لكل عربي. لكن الهجوم لم يقتصر على شاشات التلفزيون، بل امتد لبعض النفوس التي حاولت التقليل من شأن الإنجاز التاريخي للأسود. في وسط هذه الأجواء بدأت بعض الأصوات تحاول التشكيك في هوية المنتخب الأفضل في القارة، مدعية أن هناك منتخبات أخرى قدمت مستويات أعلى في المحفل العالمي الأخير، متجاهلة الحقائق الدامغة على أرض الواقع. النجم التونسي السابق حاتم الطرابلسي خرج برد ناري ألجم فيه كل من حاول الشماتة أو التقليل من الإنجاز المغربي، متحديا إياهم أن يذكروا منتخبا عربيا أو إفريقيا واحدا استطاع مقارعة الكبار والوصول إلى هذا المستوى العالي من التنافسية.
الأرقام والتاريخ لا يكذبان، والمنتخب المغربي أثبت بالدليل القاطع أنه الرقم الصعب في التاريخ المونديالي بالنسبة للقارة السمراء والعالم العربي، ليس فقط بالوصول إلى ربع النهائي مرتين أو بلوغ المربع الذهبي كإنجاز غير مسبوق، بل من حيث عدد الانتصارات المتتالية ونوعية الخصوم الشرسة التي واجهها وأسقطتها في طريقها نحو المجد. بينما كانت منتخبات أخرى كمنتخب مصر تحتفل بالوصول إلى ثمن النهائي للمرة الأولى والامتثال للأمر الواقع أمام الأرجنتين رغم الاحتجاجات على التحكيم، كان الأسود يسطرون ملاحم كروية غير مسبوقة ويجبرون العالم على الانحناء احتراما لهم. وما حدث بعد ذلك في لغة الأرقام الصرفة صدم كل المشككين. الهيمنة المغربية لم تكن مجرد انطباعات عاطفية، بل ترجمتها الإحصائيات الرسمية التي وضعت الأسود في مكانة مرعبة عالميا. خلال المسيرة الأخيرة حقق المنتخب المغربي 4 انتصارات تاريخية ومدوية على منتخبات بحجم هولندا وكندا واسكتلندا وهايتي، وتعادل مع العملاق البرازيلي، ولم يتجرع مرارة الهزيمة إلا في مواجهة واحدة أمام البعبع الفرنسي في مباراة شهدت ظروفا استثنائية. هذه النتائج رفعت الرصيد التهديفي للأسود إلى 10 أهداف كاملة كأقوى خط هجوم إفريقي، وقاد المنتخب للقفز إلى المركز السادس عالميا في تصنيف الفيفا، مع فرصة حقيقية لدخول نادي الخمسة الأوائل في المباريات التصفيوية القادمة. المغرب كان المنتخب الوحيد الذي تجرأ وواجه 3 منتخبات من صفوة ال10 الأوائل في العالم خلال نسخة واحدة، محققا تفوقا تكتيكيا أذهل الخبراء. وحتى على الصعيد المالي والاستثماري اكتسح الجميع بجني أرباح تجاوزت 30 مليون دولار، ما يعادل قرابة 300 مليون درهم مغربي، محولين المشاركة إلى نجاح استراتيجي واقتصادي متكامل. وفي الوقت الذي كان فيه المنافسون يحتفلون بمجرد العبور الشرفي ويحظون باستقبالات رسمية لمنحهم كؤوسا رمزية، كان سقف الطموح المغربي قد تجاوز كل هذه الحدود، معتبرا أن عدم الوصول إلى النهائي هو الأمر الوحيد الذي يستحق الحزن. ورغم هذا الضغط الرهيب تعرض بعض النجوم الشبان لافتراءات ومحاولات استفزاز مباشرة خارج المستطيل الأخضر وفي الممرات المؤدية إلى غرف الصحافة. حاول أحد الصحافيين الفرنسيين استغلال مشاعر الإحباط بعد الخروج أمام فرنسا لإيقاع النجم الصاعد أيوب بعيدي في فخ الندم. الصحفي وجه سؤالا مباشرا ومستفزا للشاب البالغ من العمر 18 عاما، سائلا إياه: هل يندم الآن على اختيار تمثيل المنتخب المغربي بدلا من الديوك الفرنسية؟ الرد جاء صاعقا حاسما ومفعما بالفخر والكبرياء، حيث أكد بعيدي أنه لم ولن يندم مطلقا على هذا القرار، مشيرا إلى أن ارتداء قميص الوطن هو الشرف الأسمى الذي لا يمكن مقايضته. أيوب بعيدي الذي دخل التاريخ في هذه البطولة كثاني أصغر لاعب يخوض ربع نهائي كأس العالم في التاريخ بعد الأسطورة البرازيلي بيلي، أظهر نضجا يفوق سنوات عمره بكثير. ورغم المردود المتذبذب طبيعيا للاعب في هذا السن وتقديمه لمباريات خارقة أمام البرازيل وأخرى متوسطة أمام فرنسا وهولندا، إلا أن موقفه الشجاع أثبت أن ولاء هذا الجيل الذهبي لا يمكن التشكيك فيه. لكن الكلمات الأكثر عمقا وتأثيرا كانت تلك التي صاغها رفاقه في وداع البطولة. خلف شاشات الهواتف وفي الساعات المتأخرة من الليل تحولت حسابات النجوم الشبان إلى منصات لتوجيه رسائل غامضة ومؤثرة للجماهير، تحمل في طياتها الكثير من الوعود للمستقبل. المدافع الصلب شادي رياض نشر كلمات مغلفة بالحزن والكبرياء، مؤكدا أن الخروج مؤلم، لكن اليقين بأنهم قدموا كل ما يملكون فوق أرضية الميدان يخفف
من وطأة الصدمة، واعدا أن هذه ليست النهاية بل بداية لقتال أعظم. ومن جانبه اعترف أنس صلاح الدين بشجاعة أن بعض الهزائم تترك جروحا تعجز الكلمات عن وصفها، خاصة عندما يكون الحلم كبيرا وقريبا من التناول، مؤكدا أن كرة القدم قاسية لكنها لن تثنيهم عن مواجهة التحديات القادمة. أما المايسترو بلال الخنوس فقد صاغ رسالة هزت مشاعر المتابعين، معتبرا أن رحلة المونديال قد توقفت كأرقام، لكن الطريق الذي قطعوه والروح القتالية التي خاضوا المنافسات ستبقى محفورة في وجدان شعب كامل ساند إخوانه من داخل الوطن وخارجه، معلنا أن صفحة جديدة من التاريخ قد كتبت بالفعل. وانضم إليهم اللاعب الشاب أيوب عميموني، ورغم مشاركته لدقائق معدودة أكد على شعور خيبة الأمل الإيجابي الذي يدفعه للتطور والتعلم لضمان العودة بشكل أقوى. كل هذه الاعترافات التقت عند نقطة واحدة، وهي أن الراية لن تسقط أبدا. إن النظر إلى تفاصيل هذه الرحلة يثبت أن ما تحقق